السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم قصه جديده، قصه واعره ومشحره ديال بصح. ولكن قبل كنتمنى انكم ديروا لي جيم وابوني للقناه. يلا الغزالات ديالي بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر وندخلوا مباشره في القصه. القصه البنات مشحره، وجدوا راسكم. سميتي حياه، واليوم جيت نعاود لكم حكايتي وما جرى فيا. وغادي نبدا لكم الحكايه من الاول ديالها. تزاديت وكبرت في اسره على قد الحال. الاب ديالي كان طالب معاشو، وميمتي كانت ربة بيت. كنا بيناتنا 4 ديال الخوت، 2 دراري و2 بنات، وانا كنت هي الوسطانيه. قريت حتى ل4 ومن بعد كنت خرجت، ومن موراها بعام كنت دبرت على واحد الخدمه في واحد الشركه وبديت خدامه. الامور كانت حتى لهنايا غاديه مزيان. مشات ايام وجات ايام حتى كنت درت 21 عام. تما كنت تعرفت على واحد السيد اللي كان حتى هو يلاه بادي حياتو، شافني شفتو، كنا تعجبنا على بعضياتنا، كان ولد الناس على قد الحال. صافي كنا اتفقنا على الزواج. صافي مشى دوا مع والديه، ووالدي قالوا له مرحبا، الله يسهل عليك، مادام انا قد تفسح دارك. قال لهم انا قد باش نتزوج ونتعاون انا وياها على الزمان. صافي والديه كانوا جاو عندنا للدار، حنا كنا فرحنا بهم وما خليناش من جهتنا تجاههم. الاب ديالي كان خسر على الراجل كلمه واحده، قال لي واش اولدي قد بهاد البنت وراه وتقدر تعيشها مزيان؟ قال لي انا قد بها. قال لي هبا الله يرزقك، الله يرزقكم تيسير. صافي تما كان خطبني بشكل رسمي، ومن موراها ب6 شهور كنا درنا العرس ومشيت عنده للدار. الدار اللي كان كرا، وفي هذيك الوقت ما كانت لا مفرشه لا حتى شي حاجه. صافي هي هذيك، كنا حطينا الراس على بعضياتنا وكنا عايشين بهداك الشيء اللي قسم الله. هو خدام وانا خدامه. تقاتلنا مع الزمان، وبشويه بشويه بدينا كنفرشوا في هذيك الدار وكنجمعوا هكا دوير الزمان. المهم دوزت معاه مده، وكنت ولدت معاه الولد الاول، ومن مورا 3 سنين كنت ولدت معاه بنيته. في هذيك الوقيته كنا جمعنا واحد البراكه وشرينا واحد البراكه، مشينا سكننا فيها وكنا طايرين بالفرحه، حيت على الاقل غادي نخرجوا من الكرة وغادي نمشيو لدويرتنا، وهنا يمكن لينا نجمعوا راسنا واحد شويه ونديروا حتى حنايا واحد الدويره اللي نستقروا فيها. المهم انا بقيت خدامه ومقاتله مع الوقت. كنت لاله ومولاته، كنت كنجمع وكندير المستحيل باش نوفر، ومن القليل ندير الكثير. دازت واحد المده وكنت زدت ولدي الثالث، وتما كنت حبست وقلت الله يجعل البركه. في هذه المده كامله كنت انا مقاتله، وكان حتى الراجل مقاتل وكان راجل حادق، ما كيجلش نهائيا. فين ما طلي كتلقاي السيد خدام. المهم بقينا مقاتلين كنجمعوا في راسنا، دوزنا في هذيك البراكه 11 عام. صافي من موراها بدات كدور الهضره ان داك الكريان صافي غادي تجي الاستفاده، وغادي يستافد، وغادي الناس ديالو غادي يستافدوا من البقع. صافي طلنا ونزلنا ومشيت عند اختي، قلت لها اجي جلسي عندي في الدار واحد الايامات باش حتى انتي تستافدي. هذيك الساعه نشوف معاك شي حل، وزعما صافي باش انا ناخذ بقعه راسي، حيت قالوا غادي يعطونا البقعه. صافي داكشي اللي كان. من نهار قصت البراكه وحليت ليها باب جديد وصايبت هذاك النص ودرت فيه كوزينه وبيت النعاس، وجات اختي هي وراجلها كانوا جلسوا فيه، وكنت ديبانيتهم ودبرت عليهم في هذوك الايامات. المهم داز هذاك الاحصاء، كانوا حصاونا، تحصيت انا وتحصات اختي. المهم مشات ايام وجات ايام حتى النهار اللي صافي علمونا باش غادي يجيو ويريبوا. انا اختي كانت جلست معايا كيف ما قلت لكم غير هذوك الايامات، ومن بعد صافي كانت رجعت لدارها حيت هي كانت ديجا كاريه. المهم كنت تفاهمت معنا في واحد الثمن، وفي النهار اللي جات عاوتاني الاستفاده كانت جات وسنات على الاوراق وهذا.
كملت ليها فلوسها، وكنت تبايعت واشتريت معاها، وتنزلت لي على هذاك النص ديالها في الارض، وبنيت ولات الارض كامله ديالي انا هنايا. انا والراجل كنا جامعين راسنا وقررنا ما ندخلوا معنا لا شريك لا والو، وهذيك الدار بشويه بشويه غادي نبنيوها. وفعلا هذاك الشيء اللي كان. الارض اللي جاتنا من زهرنا كانت تجاريه، يعني كانوا فيها الحوانت لتحت. المهم بنينا المحلات، ومن بعد بنينا غير الطبقه الاولى وعشنا فيها. الراجل كان حل هادوك المحلات ودار فيهم المشروع ديالو، وانا بقيت خدامه في نفس الشركه اللي كنت خدامه فيها، ومقاتله مع الزمان. الجلابه جلابه هي الاخرى ما كنت زايدها عليا، كانت اللبسه باش كنمشي بها اليوم نمشي بها غدا. ما كان عندي لا عيد لا عواش لا حتى شي حاجه، مفرطه في راسي بلا قياس. هادشي كامل باش نديرو المستقبل. الحاصل ما فيه، راجلي كان فاض عليه الرزاق بواحد الطريقه اللي خياليه. الحمد لله المشروع اللي كان دار كان تمشى مزيان، والحي اللي كنا مشينا ليه كان يلاه بدا كيكبر. يعني حنا داك المشروع اللي كنا درنا كان اول واحد غادي يديرو تما راجلي. ومن الظهر ان المشروع اللي درناه كان مناسب للارض اللي خديناها، حيث من تحت من الارض كان واحد العيب عفوا كانت واحد العين، وتما كان دار البيع. وراجلي كان داير لافاج، كان كيغسل فيها الطوموبيلات والزرابي. صافي بقينا هكاك حتى كنا زدنا الطبقه الاولى والطبقه الثانيه، وتما الحياه ديالنا استقرات. المهم فديك الوقيته كان قال لي يا راجلي ابنت الناس واش ما عييتيش من الخدمه؟ قلت ليه عييت وصافي مليت. قال لي صافي جلسي. صافي الحمد لله، هما الديور كاريينهم، ها هو المحل خدام مزيان. زعما ما ناقصنا حتى شي خير. قلت ليه صافي واخا اللهم يسير. وفعلا كنت جالسه في داري معززه مكرمه. ومره كنت كنزل المحل كنقابلو راجلي في الوقت اللي ما كيكونش هو فيه. كنا عايشين بخير، وليداتنا بداو كيكبروا كنقريهم مزيان، مقاتلين مع الزمان. راجلي كان فرحان وعاجبو الحال. وكان دائما كيضرب بيا المثل وكيقول ليهم كل ما كانش مرتي ما عمري ما كنت غادي ندير شي حاجه من هذا الشيء، لانني فعلا كنت انا اللي وقفت معاه في هذيك الوقفه ديال بصح. وانا اللي خليته يشري البراكه، وانا اللي جبت اختي باش استفدنا بهذيك البقعه. يعني تقريبا انا اللي كنت هزه المسؤوليه كامله، وانا اللي كنت كنفكر، وانا اللي كنت دايره بحساب دوير الزمان. العائله كامله، لا عائلته لا عائلتي، عارفيني انني مرا وقاده، وعارفين هذاك الشيء كامل ديالي. واخا كان كلشي في سميت راجلي، انا وراجلي كنا فاهمين. كان كيبغيني كيتسطى على التراب ديال رجليا، وانا عارفه ان راجلي مستحيل يجي النهار اللي يقدر يفرط فيا، ولا يقدر مثلا انه يتخلى عليا. المهم في الوقت اللي صافي جلست، كان الراجل اللي حليت عليها فمي كيجيبها ليا كيتقاتل فيها، وانا هي الاولى. المهم كنت عايشه معاه مرتاحه وعجبني الحال، ما ناقصني حتى شي حاجه. والراجل من غير انه كان كيبغيني كان كيخاف مني، يمكن كان كيدير لي اعتبار. كلمتي ما كانش كتنزل لتحت، يقدر يتناقش معايا ولكن ما يخسرش ليا خاطري. حاسو ما فيه مشات ايام وجات ايام على هاد الشيء. حتى لواحد النهار بالصدفه غادي نلقى واحد الورقه في الجيب ديال راجلي. غادي تقولوا لي اش فيها هاد الورقه؟ فيها تقديه من ا حتى لزد، يعني فيها الزيت، الدقيق، السكر، الشكلاط، هذاك الشيء ديال الحلوى. تقديه ديال شي مولات الدار طالبها راجلها. انا فاش لقيتها في الجيب ديال راجلي ما فهمت حتى شي حاجه. كنقول واش هاد الورقه ديال مو؟ لا مو ما قرياش، وبناتها ما ساكنينش معاها اللي غادي يكتبوا ليها. ومو اصلا انا اللي كنت كنتقدى ليها، وفاش كتبغي شي حاجه انا اللي كنديها ليها. ديال من هاد الورقه ديال شي وحده في خواتاتو؟
ما غاديش يرضاو. وانا راجلي ماشي من النوع اللي غادي تعطيه اختو ورقه وغادي يتقدى ليها. يقدر راجلي مثلا يمشي ويتقدى ليها منو لراسو، ولكن زعما باش تكتب ليه ورقه لا. الفكره ديال ان راجلي يمكن يكون مزوج عليا ما بغاش طيح ليا في بالي، حيت مستحيل الراجل ما كيتفنفنش محدايا ديما معايا، وإلا كان زهق كيزهق غير شويه وكيرجع. والسيد كيف ما قلت لكم كان كيبغيني وكيخاف مني وكيدير لي اعتبار، ولا كلام فوق كلامي ولا شوار فوق شواري. اصلا حنا دوزنا سنين، علاقتي به ما تبدلاتش، يعني بقى الراجل هو اللي حليت عليها فمي كيجيبها ليا. ايوا صافي دخل ليا الشك، ولكن ما بغيتش ندخل الشيطان لحياتنا، وقلت استغفر الله العظيم، اكيد غادي تكون هاد الورقه غادي شي واحد وصافي. المهم غمضت عيني، ولكن في نفس الوقت بقيت راده البال وكنقول خاصني نعرف هاد الورقه ديالاش. المهم بقينا هكاك مده وانايا طالقه اللعب، وفي نفس الوقت كنراقب، حتى النهار اللي غادي نكتشف ان مولاي السلطان مزوج عليا. وخاصكم تعرفوا شكون اللي تزوج. الا قلت لكم غادي تصدموا، لان تزوج بواحد السيده كانت صاحبتي الروح بالروح، وفي الوقت اللي تزوج بها ومن بعد ما تزوج بها علاقتي بها ما تبدلاتش. والسيده كانت كتجي لعندي وكتاكل ماكلتي وكتضحك وتهضر بحال ما وقعت حتى شي حاجه. عرفتو فاش انا سقط الخبار كانت غادي تجيني جلطه، ما كنت عارفه نبكي، ما كنت عارفه نضحك، ما كنت عارفه نتساحر، ما كنت عارفه نخرج للزنقه ونحيد حوايجي. كيفاش راجلي غادي يتزوج بهذيك بالضبط، وكيفاش انا ما سقطش الخبار، وكيفاش دار ليها، وكيفاش حتى تزوج بها، واش داير معاها الوراق، واش مزور الوراق. مبقيت فاهمه حتى شي حاجه، بقيت كنبحث وكنقلب بلا ما نقول حتى شي حاجه. عرفت ان السيد كيمشي عندها للدار، واش كيف ما قلت لكم مزوج بها ولا غير في الحرام الله اعلم. المهم السيده كانت عندها الدار وكانت عندها 38 عام في هذيك الوقت، ما عمرها ما تزوجات، خدامه مزيان، والديها ساكنين في العروبيه وهي ساكنه بوحدها هنا في المدينه. تما دارت بيا الدنيا، ما بقيت عارفه شنو ندير، طاحوا لي بزاف ديال الافكار في راسي، كنت كنقول لهم نعيط لهم البو، ولكن الا كان مزوج بها غادي نطلع انا اللي مزياناش، وهذيك الساعه غادي نضطر انني نتفارق معاه، حيت كرامتي ما غتسمحش ليا نبقى معاه من مورا ما هو تزوج عليا. وديجا مزوج بصاحبتي اللي كان في ايامات الاخر كنبقى كيقول لي تفارقي معاها، ما عندك ما ديري بها، وانا كنقول لك راها صاحبتي وما عندي فرق عليها. حيت هذيك السيده كتبين ليا غير الضحكه. نهار الجمعه كنخلي ليها طبسيله ديال الكسكسو، كانت المخيره ديالها اللي طيبت شي حاجه ولا شي شهيوه كنخليها ليها، كنقول لها اجي خدي الخبز، اجي خدي هادي. ما كنت مكبره فيها حتى شي حاجه، وكنتعامل معاها بحال اختي. واخا كلشي كان كيقول لي ردي البال، ما عندك ما ديري بالمراه اللي ما مزوجاش وانتي مزوجه وعندك الولاد. كنقول لهم انا راجلي كنثيق فيه، وهذيك صاحبتي كنثيق فيها اكثر منه، لان السيده كانت كتدخل عندي للدار ما كتهزش عينيها في السما، وسورتو ملي كيكون راجلي وملي كتكون عندي وكنحط داك الشيء اللي قسم الله وكيدخل الراجل ما كتبغيش تاكل معاه. وكناكل انا وياها في الكوزينه، وكنحط ليه هو وولادو في الصاله. ما عمرها حتى ما قالت لي السلام. حتى فاش كتبغي تصبن شي زرابي ولا شي ماض كنقول لها هبطيهم لي المحل، كتقول لي لا اختي غادي نجيبهم لك للدار وانتي نزليهم ليه، غير باش ما تلاقاش معاه. وانا هادشي اللي كان مريحني، ما نكذبش عليكم. في هذيك الوقت حاولت نعرف علاقتهم امتى بدات، ولكن ما عرفتش، بغيت غير نعرف واش هي تعرفت عليا من بعد ما كانت تعرفت عليه، ولا حتى تعرفت عليا الا عرفته هو. بغيت غير نعرف، بغيت غير نبرد واحد شويه باش ما نلومش راسي ونقول انا هي السبب وانا هي اللي دخلت عقربه الفعل داري. المهم هي هذيك من بعد ما عرفت
انا خديت واحد الوقيت مع راسي باش نعرف راسي من رجليا ونعرف شنو ندير. جلست مع راسي واحد الجلسه مغلقه ودرت حساباتي وعرفت إلا حتى فرشت هاد الشيء انا اللي غادي نكون غلطه. إلا كان ما مزوج بها غادي يتزوج بها، وغادي يولي نهار عندها ونهار عندي. وإلا ما بغيتش غادي يطلقني وغادي يقول لي بسلامه، والا طلقني ما عندي لا ريال لا جوج، ما مخبيش لدواير الزمان. الذهب والرزق كامل اللي كان عندي ردمتو في هذيك الدار اللي حاشاكم كانت مكتوبه في سميتو، وانا كي البغله دايره فيه الثقه، حيت كنت كنعتبرو راجلي وبات وليداتي، وكنعتبر ان هذاك الرزق كامل ديالنا. ما بغاش تصرت ليا انني نخرج من الدار بلا ريال بلا جوج، وفي نفس الوقت ما بغيتش نشتت ولادي على باهم. بغيت نحافظ على داري، ما بغيتش نطلع انا هي هذيك المكلخه، هذيك الهبيله. قلت انا شنو خاسره مادام ان الراجل محترمني، ولحد الساعه اللي كنت انا اللي ما عاقتش بهذيك الورقه صدفه، الله اعلم واش هما دايرينها بالعاني ولا فعلا السيد خلاها في جيبو ونساها. واخا انا متاكده انه هو ما يديرهاش، لانه هو كيموت مني وكيدير لي الف حساب وحساب. وديما فاش كنكونوا كنهضروا على الموضوع ديال الزواج كيقول لي الله يهديك، واش انا مسالي للزواج، انا راني عييت ومليت وراسي دارني. انا غير نتفك معاك انتي، الله يجعل البركه. هذه هي الهضره البنات اللي كان كيقول لي. ما عمرني ما ظنيت شي نهار انه غادي يتزوج عليا ولا غادي تكون عنده علاقه مع شي وحده، حيت انا في هذيك الوقت ما كنتش مأكده واش مزوجين ولا غير بيناتهم علاقه. صافي قررت اخوتي وخواتاتي انني نضرب الطم وما نقول حتى شي حاجه، حتى لعائلتي والناس اللي قراب ليا ما قلت حتى شي كلمه. بقيت كنتعامل عادي بحال حتى شي حاجه ما واقعه. هذيك السيده كتجي كتاكل ماكلتي وكتضحك ونهضر ونعاود ليها على راجلي ونعاود ليها على وليداتي بحال حتى شي حاجه ما كاينه، بحال لي انا ما جبت الخبار حتى شي حاجه. والسيده كيف العاده كتجي كتجلس في الصاله، وفاش كيدخل الراجل كتحني راسها، واللي ما كانش داير الفولار طير وتمشي تهز الفولار وديرو، وزعما دايره فيها راها كتحشم. تنقول لها يلا اختي ناكلو، كتقول لك لا لا انا حطي ليا غير هنا، انا ما بغيتش نتلاقى مع راجلك. ولا مثلا كيف ما كيدخل هو كتقول لي سمحي لي يا اختي نخليك اختي مع راجلك ونمشي انا في حالي. انا مره كنقول لها غير جلسي وراه داير بحال خوك، ومره كنقول لها الله يسر ليك، ومره كنقول لها الله يسر ليك وسيري. ما كنتش باغيه نهائيا نبين ليها انني انا عارفه شي حاجه ولا شاكه في شي حاجه. بقينا بحال هكاك. والراجلي في هذوك الايامات كان كل مره كيقول لي تفرقي مع هاد خيتي اش بغيتي بيها، انا ما كنرتاحش ليها وما كنحملهاش. صافي ما تبقيش تدخليها لداري. كان خايف انني نعرف، وانا كنت كنقول ليه ان شاء الله، وشويه بشويه كنت كنلين. حيت هذيك السيده انا كنت عارفه ما بقى عندها ما دير عندي في الدار، خاصها صافي تعطيني الثقه، لانني انا كنت دايره واحد الخطه اللي ما تطيحش على الشيطان. وكنت عارفه ومأكده انني لا اللوم ولاتي ونقدر نرد حقي متسني ومتسلت. انا ما بغيتش الحاجه اللي ماشي ديالي، انا بغيت نرد غير حقي وحق وليداتي. مهم بقينا هكاك. علاقتي مع هذيك السيده بديت كنحاول انني نبعد منها. باغ كونطخ هي كانت كتقرب مني، كانت كتعيط ليا كتقول لي واش انتي في الدار، كنقول لها سمحي لي انا يلا لقيتيني خارجه. ولا مثلا كتعيط ليا كنقول لها انا راه عندي شي حد، مثلا عندي ضياف وخا انا ما عندي حتى شي حد. ولا كنقول لها راني ما مسالياش ولا راني عيانه. المهم كل مره كندير لها السبه. نهار مرة كنتلاقى معاها وعشرة لا، بقينا بحال هكاك حتى علاقتنا شوية بشوية بدات كتبرد. والسيدة ما بقاتش كتجي عندي كيف ما في الاول، ولكن العلاقة بيني وبينها ما تقطعاتش. بقيت انا وياها في التليفون كنتعامل معاها عادي، فحال ما كاينه حتى شي حاجة.
وفين كانت كتجي عندي للدار كنقول لها واش ما كاينش شي عريس، واش هادي كتقول لي لا ويلي كاين واحد خدام معايا ولكن ما عرفتش كاين هذا. وكتعاود ليا زعما هذيك العباره زعما راه هي كتعرف شي واحد ولا او باغا تعرف على شي واحد. وكنقول لها انا الله يسر لك، وديما كنبقى ندعى معاها كنقول لها الله يجيب لك ولد الناس انت درويشه ولا يعمرها دار، وشكون هذا اللي ما يتمناكش. كنت نقول لها انا اختي لو كان عندي شي خويا نزوجو ليك. كنتعامل معاها بواحد البرود واخا قلبي كانت شاعله فيه العافيه. انا نسيت راسي في هذيك الوقت وحطيت غير وليداتي قدام عينيا وحلفت بحلوفي هي ما غادي نخرج من هاد القضيه بلا والو. حلفت بحلوفي حتى غادي نكون المراه اللي غادي يبداو يحلفوا بها الناس. وبقيت على ديك الحال ودازت ليا حتى النهار اللي ولدي الكبير كان خدا الباك وكان خاصو يكمل القرايه ديالو برا ديال المغرب. حيت هذيك الساعه ولدي كان كيحماق وباغي يتسطى باش يخرج على برا. تما لصقت على راجلي السيق باش يبيع الدار الفوقانيه ويعطيه باش يمشي يكمل قرايته. راجلي واخا ما بغاش وقال لي نتسلفوا ونتكلفوا. قلت ليه شوف شحال ما قدنا نتسلفوا، الدري راه غادي يقرا مده على برا، راه خصو ما يصرف وخصو شلا مصاريف. ايوا بدا كيفكر حتى الاخر وصافي كان قرر انه بصح غادي يبيع الدار. وبصح نيت كان باع الدار الفوقانيه وكنا مشينا وصفتنا ولدي الدولة فين كان هو باغي يكمل فيها قرايته ودار فيها الطب. انا في هذوك الايامات ما كاين غير جيب خاص جيب خاص. وكنزل المحل، كنت ديك الساعه كنزل المحل وكنضرب لاكيس وهو ما كان كيقدر لا يهضر لا يتكلم. حيت حنا من نهار الاول كنت عارف بلي هذاك الشيء ديالنا حنا بجوج. وهذاك الشيء اللي انا حطيت في الدار هو ما حط فيه حتى النص، لانني انا اللي كنت كنخدم وانا اللي كنت كنجمع. راجلي كان كيخدم ولكن كانت يدو مثقوبه. كون انا ماشي اللي جمعته ما كان ما عمره ما غادي يتجمع. وحيت هو كان عايش الحب والغرام مع ديك خيتي انا كان طالق ليا اللعب واللي كنحل عليها فمي كنديرها. المهم في هذوك الايامات كنت فين ما كنجمع شي ريالات كنمشي نشري بهم دهيبات وكنخبيهم دواير الزمان. كنت دايره حتى واحد كونط بونكير اللي كنخبي فيه فلوسي. والراجل ما كاين غير خاص 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 وهو ما كيقدر يقول حتى شي كلمه. مشات ايام وجات ايام حتى النهار اللي بنتي هذيك الوقت كانت خدات الباك وخدات باك بنقطه عاديه. فهاديك المده كانت دخلت غير لافاك قرات 3 سنين خدت لا ليسونس ومن بعد كانت بدات كتدفع للشركات. شديتها وقلت لها شنو ما ناوياش تكملي قرايتك؟ قالت لي لا ماما راكي عارفه القرايه بالفلوس وحنا ما عدناش. قلت لها شوفي يا بنيتي المدرسه اللي حطيتي عليها يدك ندخلي ليها، انا باك غادي نهضر معاه. قالت لي وامي وانا. قلت لها شوفي انتي غير واش باغا تكملي قرايتك ولا لا؟ قالت لي طبعا باغا نكمل قرايتي. قلت لها صافي على حسابي. صافي كانت اختارت المدرسه اللي باغا تكمل فيها قرايتها وكنت دويت مع باباها باش يدخل في القرعات ودخلته بز منه. ومن موراها مباشرة ولدي الصغير حتى هو كان باغي حماق ويتسطى باش هو يخرج لبرا. وحتى هو كان باغي يدير الطيب بحال خوه. وتما قلت للراجل طلع تنزل غادي نبيعو الدار الثانيه وغادي نعطيوها للولد. راه ما يمكنش ليا انا نضحي بولادي. حنا هادشي كامل درنا على قبل وليداتنا وهادشي كامل حنا على من كنتقاتلوا على ولادنا. قال لي شوفي غادي يدخلوا المغرب وغادي يحتاجوا الفلوس والمصاريف. قلت لي شوف غير قريهم. وهذيك الساعه متسمى ربي تما. قلت لي حنا ما تقاتلناش باش نضيعوا ولادنا. صافي السيد شاف حتى وقال لي واخا لا ماشي مشكل. وفعلا كان باع البرطمه الثانيه وكنت صيفت بها ولدي الثاني على برا. والفلوس اللي كانوا بقاو وهما باش كنت كنصرف عليه وعلى على الولد الاول والثاني والبنت. وفي نفس الوقت حتى انا كنت كنجمع راسي ديال بصح الريال اللي كيطيح في يديا يا كنديه البنكه يا كنشري به الذهب.
علاقتي مع راجلي بقات عاديه، ما كنتعاملش معاه مزيان فوق القياس وما كنتعاملش معاه خايب. شد ليه الخاطر وديره بلت الربح. واخا كنشوف بعينيا الحاجه اللي كتبين ان الراجل عنده علاقه ولا مزوج مع واحده اخرى، ما كنتسوقش، ما كنقرب ليه التليفون، وحلفت بحلوفي لا ما عمري مازال غادي نقيسو ليه. ما كنتش باغا نزيد نعرف شي حاجه اللي غادي تضرني في خاطري ولا تمرضني. قلت صافي دبر راسو، مادام انه معيشني مزيان ومعيش وليداتي بخير وعلى خير، هو شغلو هذاك. صافي في هذيك الوقت بقى لنا غير داك المحل وهذيك البرطمه اللي كنت عايشه فيها انا. صافي بقينا بحال هكاك، ولادي بداو كيخدموا واحد من مورا واحد، الامور تيسرات. نهار اللي دخل ولدي اللي على برا كنت قاتلت على ودو ولصقت راجلي لصيق باش يعاونو الراجل. هذاك الشيء كامل اللي كان عنده كان حطوه باش يتعاون معاه وباش يدفعوا هذيك الدفعه الاولى باش الولد يقدر يحل العياده ديالو. والحمد لله الولد كان حل العياده ديالو. ديك الساعه كنت طرت بالفرحه وعرفت بلي ان التضحيه ديالي ما مشاتش باطله، خصوصا ملي الوليدات ديالك كيحقوا الاماني ديالهم وكيوقفوا على رجليهم ما كيبقاش فيك الحال. وانا كنت كنشوف راسي انا مابقاش ليا قد ما فات، علاش غادي نزيد نعيش على قد اكثر من هاد الحياه اللي عشتها. وعلى جميع الحالات انا الحمد لله ما ناقصني حتى شي حاجه، واكله شاربه جالسه في داري. وحتى الى كاع جاب الله الممات غادي نورث في راجلي ونبينا عليه السلام. وزيدون بلاصه الولد عندي 3، والراجل الا كان كيدير الحرام غادي تحاسب عليه، والا كان كيدير الحلال راه هو اللي معذب راسو وهو اللي عايش في الكذوب وهو اللي خايف. لان هذيك المده كامله كان السيد كان كيدور غير بجنابه وكيدير المستحيل باش حتى شي واحد ما غيعرف علاقته مع ديك خيتي. غادي تقولوا لي واش بقيتي كتقلبي من موراه باش تعرفي واش عنده علاقه معاها؟ الصراحه ما بقيتش كنقلب من موراه، ولكن بزاف ديال الحوايج اللي كانوا كيبينوا ان السيد فعلا انه علاقه معها واصلا غادي يكون تزوج بها، لان ما يمكنش غادي يدوز هاد السنين كامله بلا زواج. الحاجه اللي كنت مأكده منها ان هذيك خيتي ما ولدتش معاه الولاد، يمكن لان هي اصلا كانت كبيره في العمر. لانه هو الوقت اللي كنت المهم اللي كنت انا حصلتهم كانت عندهم شي 38 عام 39 عام. وانا حيت ديما كانت كتقول لي قبل انا بغيت نتزوج، راه العاده الشهريه بدات كتمشي وتجي ليا، راه يمكن غادي تمشي عليا، انا بغيت ندير الاولاد. الحاصل انا ما عرفتش بالضبط شنو واقع بيناتهم وما كنتش باغا نعرف. كيف ما قلت لكم انا الهم الوحيد ديالي في هذيك الوقيته هي وليداتي، نوصلهم البر ديال الامان. بقيت هكاك حتى نهار اللي دخل ولدي الثاني من على برا. بنتي حتى هي كانت خدمات، الوليدات بجوج كانوا خدموا في نفس البلاصه، الامور كانت تيسرات ليهم. تما وليداتي ولاو مهلين فيا واحد التهليه ما عاودش لكم عليها. انا هاد السر ما كنت عاودته حتى لشي واحد. كنت عايشه عادي وفين ما كنت جالسه مع العائله ولا مع راجلي ولا مع اي واحد وكيجبدوا التعدد كنقول لهم اويلي غالهبي اللي يتزوج على مرسو. وحتى راجلي كيقول لهم نفس الهضره، وانا كنضحك وكنهضر بحال ما كاينه حتى شي حاجه. ما عمرني ما بغيت نبين لشي واحد انني عارفه راجلي انه مزوج وراجلي مزوج عليا، خواتاتي عائلتي الناس اللي قرب واللي بعاد. كنت عارفه ان السر الا خرج من عندك كيضيع، وانا ما كنت باغيه حتى شي واحد يعرف السر ديالي. انا ما بغيت حتى شي واحد يتشمت فيا، وما بغيتش الراجل اللي كيخاف مني وداير ليا هيبه ما يبقاش كاع يديها فيا. هذاك الشيء علاش قررت السكات. المهم بقينا هكاك حتى النهار اللي الراجل جيت نفيقو مع الصباح ما فاقش. بديت كنحرك فيه، الوقت اللي قصت ليه يديه كنحس بها بارده. تما كنت عرفت بانه توفى. ما بكيت ما غوت، نط عيطت على وليداتي، جاو قلت لهم سكتوا.
ما تغوتوا ما تبكيو، باكم الله يرحمه. دابا خاصكم تجلسوا وغادي نقول لكم واحد السر. قالوا لي اشنا هو؟ قلت لهم باكم ما عرفتش واش مزوج ولا لا. المهم كونوا رجاله وما تنوضوش ليا الشوهه، ضربوا الطم، وحتى وإلا بانت لكم شي حاجه ماشي هي هذيك حاولوا تستروها حتى نعرفوا راسنا من رجلينا. ولادي ما فهموا حتى شي حاجه، وما عمرهم ما توقعوا ان ماماهم القويه، ماماهم اللي كيدير ليها كلشي الف حساب وحساب تصرف بهذيك الطريقه. المهم في هذيك الوقت نضنا بدينا كنوجدوا اللعزه، عيطنا للناس علمناهم، جاو الناس اللي غادي يغسلوه، وقفات الجنازه. وانا كيف ما عارفين لبست الابيض دخلت للصاله باش نستقبل الناس. ربي اللي كان عالم بيا وعالم بالحزن اللي كان في قلبي. هذاك الراجل واخا تكرفص عليا واخا هادشي كامل اللي عاودت لكم راه 10 ديال السنين، راجلي اللي دوز معاه الحلوه والحاره ظلمني، تكرفص عليا بهادشي اللي دار، دمر لي حياتي وخلاني واحد المده طويله عايشه في واحد الحزن اللي كبير بزاف. كنت ديما كنسول راسي الف سؤال وسؤال، علاش اختار، علاش اختار انه يتزوج عليا، علاش اختار انه يكون مع امراه وحده اخرى من غيرها. واش انا ما كنتش مقنعاه؟ واش انا فعلا كبرت وشرفت؟ واخا هذيك الساعه ما كانش شي فرق كبير ما بيني وما بين هذيك خيتي، وهذيك خيتي راه كانت لها علاقه ماشي شي وحده اللي زوينه ولا، انا ما عرفتش بالضبط شنو عجبو فيها. المهم يدبر راسو شغلو هذاك، وانا مازال جالسه في الصالون حتى كتبان ليا لاله ومولاتي العروسه داخله ولابسه البيض. كلشي تفاجئ كلشي تصدم الا انا. جاني الامر عادي جدا لانني كنت متوقعاها. الحاصل وما فيه تما كانت غادي تنوض الحيحه. انا كنت سكتهم وقلت لهم ما تهضروا ما تكلموا، هذه مرات المرحوم. السيده شافت فيا تصدمات وما عرفات باش تبلات، وقالت لي كيفاش؟ قلت لها كيف ما سمعتي، جلسي وخذي العزه ديال راجلك، هذا واجب. وما حتى شي كلمه من فوق منها. الناس كاملين تصدموا وحتى شي واحد ما كان فاهم شنو واقع. دوزنا هذاك النهار واخا كلشي كان كيهضر من مورا ظهري، انا ما تسوقتش وكنت قويه، ما كنتش نهائيا باغيه نبين الضعف ديالي، واخا من الداخل ديالي ما كنتش راضيه. المهم داز هذاك النهار، بالليل كنت جلست مع وليداتي اللي ما كانوش راضيين وما كانش عجبهم الحال. حطيتهم فوق الطبله وحطيت لهم كلشي قدامهم وقلت لهم شوفوا وليداتي، انا النهار الفلان فلاني عرفت ان باكم عنده علاقه مع فلانه اللي كانت صاحبتي. سكت باش نقريكم ونوصلكم من هذاك الشيء اللي وصلتيو ليه. كنت هضرت كان حتى شي واحد فيكم ما قرا، كان حتى شي واحد فيكم ما وصل لهذاك الشيء اللي وصل ليه اليوم. وشكون اللي قال انني كنت فرقت مع باكم وهزيتكم ومشيت لدار جداكم؟ وانتم راكم عارفين دار جداكم ناس ما فحالهمش وعلى قد الحال، وشكون اللي غادي يتكرفص؟ نتوما. وليداتي بكاو وكانوا عرفوا ان التضحيه اللي ضحيت على ودهم، وعرفوا ان احنا في الاخر اللي مستافدين، لان دينا حقنا وزياده، حيت باهم كان كيخسر عليهم دم ديال جوفو، ما كان كيشي طليح باش ينقسني. وانا كنت متاكده في هذيك الوقت ان السنيوره هي اللي كانت كتصرف على راسها، وشكون اللي قال حتى تصرف حتى عليه واصلا كانت مسكنه في دارها. المهم دوزنا هذيك الليله، لغت لي ديالو جات ساعه وثاني السيده دخلات، ما هضرت معها ما تكلمت، جلسات في واحد الصالون وانا جلست في واحد الصالون، والهضره ما نعاودش لكم عليها. كل شيء جاي كيتفرج في هذيك المسرحيه اللي كانت قدامهم، كل شيء كيقول واش احنا كنا مخبيين عليهم، واش انا سايقه الخبار وعارفه بلي راجلي مزوج وما قلت حتى لشي حد، انا ما شرحت حتى لشي واحد وبقيت غير ساكته. حتى من عائلتي والناس اللي قراب ليا من غير ولادي ما قلت لهم والو.
المهم دوزنا هذاك العزو، الناس بداو كيخفافوا، سدينا الباب. ايوا في هذاك النهار جات السيده بلا حشمه بلا حياه باغا تدق، حليت ليها وكيف شفتها قلت لها شنو بغيتي؟ العزاله لا ساله ولا عندك شي دار سيري ليها. قالت لي بغيت نهضر معاك. قلت لها ما بقات بيني وبينك هضره وكلام، المرحوم اللي كان بيناتنا راه خشينا تحت التراب، ودابا لالا سيري الله يسهل عليك. قالت لي كيفاش المرحوم اللي كان بيناتنا؟ قالت لي انت كنتي عارفه بلي راه مزوج بيا. قلت لها اختي انا عارفه بلي كان مزوج بك ولا كانت بيناتكم علاقه، هذاك الشيء بيناتكم، وانا ما عنديش به غرض. مادام ان السيد ما جاش وقالها لي، مادام ان السيد اختار انه يخليك انت في الخفاء وانا في العالم، دبري انت وياه، هذاك الشيء ما كيهمنيش. وانا ما يمكنش ليا نبقى نقلب في الاسرار ديال عباد الله. شافت فيا وخنزرات وقالت لي دابا نتيا هاد المده كامله كنتي كتضحكي علينا. قلت لها وانتوما على بالكم ان هاد المده كامله كنتيو كتضحكوا عليا ولا شنو؟ ياك ما سحاب لك انا يا هبيله، ياك ما كيتسحاب لك انا حماره، ياك ما نسيتي مع من كتعاملي. انا اللي من والو درت هاد الخير، انا اللي تقاتلت باش نوقف هذاك الراجل على رجليه. اما كون بقى هذاك الراجل كيف ما كان النهار الاول ما كنتيش غادي تشوفي فيه. لا شوفي سمعينا بنت الناس، اللي بيناتنا ساله، ولا كنتي جايه غير على ولد الورث ماشي مشكل، خلي حتى القضيه تبرد وهذيك الساعه غادي نعيط لك انا راسي، وهذاك الشيء اللي جا في حقك غادي نتفاهم معاك فيه. يا تاخديه وتردي علينا، يا ناخدوه ونردوه عليك. بقات تشوف فيا وهي مصطومه من هذاك البرود اللي كان كيقتل. كنت كنتعامل معاه عادي بحال ما وقعت حتى شي حاجه، وانا من الداخل ديالي كنخلي، من الداخل ديالي كون لقيت كون كليتها. ولكن قلت معليش، يكفي ان الهضره اللي قلت ليها، يكفي بان بينت ليها ان ما عندها حتى شي حجم، وان الراجل ما دار لها حتى شي اعتبار، تزوج بها في السر ومات وخلاها في السر، وهي جات وكاع وبينات للناس انها كانت مرته. شنو استفدات؟ وحتى لامتى؟ على الاقل انا كان كيدوز معايا النهار وليل، انا كان كيخطف معاها ساعه ولا ساعتين، ماشي مشكل، الله يكمل عليها معاه. هي اللي اختارت الدل تشبع بيه، وانا ما يمكنش ليا نخسر داري ونخسر وليداتي على ودها وعلى ودو هو، ولا على ود نزوه. ما كتهمني حتى فشي حاجه. كان الراجل جا وقال لي بغيت نتزوج، هذيك الساعه كانت غتكون هضره اخرى، ولكن هو اختار انه يبقى مكبر بيا، علاش انا نصغر براسي؟ ايوا الحاصل ما فيه، السيده شافت حتى عيات، حضرات راسها وتربات مع الدروج. وليداتي ما فهموا حتى شي حاجه، وفي هذيك الوقت قالوا لي شتي نتيا خصنا نحطوكم فوق الراس باش تعرفوا ان التضحيه ديالي كامله دارت على قبلهم. ومن هذيك النهار وليداتي ما عمرهم ما نقصوا عليا شي حاجه، العائله ما وضحت لهم حتى شي حاجه من غير انني قلت لهم ان هذيك السيده مرت راجلي. وهنا سال الفيلم. ايوا واش غادي نقول لكم، دوزنا واحد المده ومن بعد فين جينا باش نفرقوا هذاك الورث اللي كان عباره عن محلات وعلى دويره. هادشي اللي كان عندنا. لقيت ان راجلي كتب لي البرطمه، ما عمره ما كان قال لي هاد الهضره، وما عرفتوش علاش كتبها لي. واش يمكن كان كيقول انني كنستاهلها وانها ديالي؟ ما عرفتش علاش. انا فاش شفتها فرحت بزاف وقلت على الاقل دار شي حاجه زوينه في حياته. اما المحلات فقسمناهم بالشرع، وهي ما كان جات حتى شي حاجه، لان هذيك الساعه وليداتي بثلاثه وماين راجلي وعاد هي، يعني هي ما جاها والو، جاتها جاها غير شي سدس. صافي كانت باغا تطرطق، وملي عرفت ان الراجل كتب لي الدار وتما جعلت وبدات كتغوت وقالت لي انت ضيعتي لي حياتي، ودابا ضيعتيني حتى فاش مات الراجل. واش هذا الراجل سحرتي لي؟ كان كيقفقف منك. كنت الراجل اللي كنت ديما كنقول ليه علاش مخبي عليها، تيقول لي ما نقدرش نقولها ليها.
ضحكت واحد الضحكه اللي كلشي سمعها، وقلت ليها سهله، انا غادي نجيك من الاخر ونقولها لك. انا يا لاله داني بالشان والمرشان، هذاك الشيء علاش دار ليا القيمه والاعتبار. اما انتي بعتي راسك رخيصه، هذاك الشيء علاش ما عمره ما دار لك القيمه. وحتى فاش مات انا دار ليا القيمه وكتب ليا الدار، وانتي خلاك معانا، تورتي تفرتي اللي بقى لينا. السيده ما حملاتش راسها، وهذيك الساعه مشات في حالها، وحنا كنا تفاسلنا معاها وعطيناها رزقها وخرجناها ما داك الشيء. انا الحمد لله عايشه مع في وسط وليداتي وما نقصني حتى شي حاجه. العائله والناس والحباب كاملين ما فهموا حتى شي حاجه في هادشي، وكلهم كيقولوا انني انا معصبه، ان لان الراجل كنت عارفاه راه مزوج وما رضيتش، وهو مثلا عارف. انا مبغيتش نشرح ليهم وخليتهم هكاك حيت ما كيهمونيش. اللي كيهمني هو مصلحتي ومصلحة وليداتي، وكنظن ان هادشي اللي درت في مصلحتنا كاملين. الحمد لله. انا اليوم جيت نعاود لكم قصتي باش تاخذوا منها العبرة وتردوا بالكم وتعرفوا ان الصداع والغواس ما تيدير حتى شي حل. المراه الزينه هي المراه اللي تحسبها. ما كنقولش لكم ديروا في حالي، انا كنقول لكم غير قبل ما ديروا شي حاجه في حياتكم، ماشي ضروري على الزواج ولا لا نهائيا، في الحياه كامله ما عمرك ما ديري شي حاجه الا فكرتي فيها 1000 مره. ودائما حطي الايجابيات والسلبيات. الا لقيتي بنتي الايجابيات كثر من السلبيات، سيري الله يكمل عليك بخير. اما الا لقيتي السلبيات كثر من الايجابيات، هربي وما تدوريش من موراك. ما عمرك ما تخلي العاطفة هي اللي تحكم فيك، ما عمر ما تخلي كلام الناس يأثر عليك. شوفي انتي مصلحتك فين كاينة، ودائما شوفي الشرع والقانون شنو كيقول. دائما تفكري الله، ودائما قولي حسبي الله ونعم الوكيل، وخاصة إذا كنتي مظلومة كوني مأكدة أن غادي يجي النهار اللي غادي تاخدي فيه حقك. نتسني ومثلت، وهادشي اللي وقع معايا انا. الحاصل هنا سالت القصه ديالنا. ما تنساوش تخليوا الاراء والتعاليق لصاحبه القصه، وما تنساونيش طبعا من التعاليق الزوينه ديالكم. ما بقى الا نقول لكم احبابي ما سخيتش بكم. كانت معاكم حياتي في حكايتي اللي كتحماق وتموت عليكم.